هاتيلي كده 5 كيلو بصل وخمس 6 اكياس كده من الشعريه، عليهم برضو 3 اكياس كده من اللسان عصفور. فضيلي كله كده في حاجه واحده بسرعه 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 يا دوبك عشان نلحق رمضان. ما ينفعش يدخل علينا واحنا مش جاهزين ابدا. على 20 كيلو كده من الطماطم المعصوره عشان نعمل احلى كلام. ونسمي الله كده بقى ونصلي على حضرة سيدنا النبي، وتعالي لي في أهم تفريز من تفريزات رمضان واللي بيسهل عليا وقفتي جدا. وكل ست بيت بقى بتشتغل الفيديو ده هينفعك قوي قوي قوي. وكمان اللي عندهم عزومات كتير زي حالاتي، حطيت كده حتة سمنة بلدي عافية كبيرة على ازازة زيت. وتعالي بقى هنزل بوش العدو كده عدد ايديكي بصل، 5 كيلو بصل. نزلت كده بالبصل بتاعي ده، انا مش هحمره، انا يا دوبك ايه شوحته تشويحتين جامدين حلوين كده. بعد كده نزلت عليه بربع كيلو فلفل سبايسي. سيدي يا سيدي، هو ده الكلام يا ولا. ولايك كتير وشير كتير للفيديو ده. الفيديو ده هينفعك قوي وينفع غيرك وينفع بص يبقى حاجة كده تسهل التساهيل في رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا عليكم كل يوم بخير. بعد ما البصل والفلفل خدوا ودوا بشكل ودي مع بعضيهم، نزلت عليهم ب20 كيلو الطماطم اللي انا مصلصلاهم معاكم. نزلت بيهم كده على طول مرة واحدة. وحطيت بقى كوباية سكر صغيرة على كوباية ملح صغيرة على 10 معالق كبار من الفلفل الأسود. عملت أحلى تخديعة محشي ممكن تسهل عليا في رمضان. تعملي ليلة تخديعة المحشي؟ والله بتسهل عليا. يا دوبك أبعد أجيب الكرنباية، وإذا كنت أخرعها ولا إذا كنت مفرزة مثلا الكرنب هطلع وحش على طول. بالصلاة على النبي، صلوا على النبي يا أولاد، ما يبقاش وراكي في التخديعة إلا الخضرة. وكمان إيه بقى، ممبار ماشي، كرنب ماشي، بتنجان وفلفل ماشي، ورق عنب، يعني كل حاجه هتعملها بنفس التغذيه الحلوه دي. عبيتها في كيس كده وجري بسرعه على الفريزر، بس تكون بردت خالص. بعد ما بردت خالص شلتها في الفريزر. وتعالي بقى ايه، جبت برضو كده شويه بصل عندي برضو قطعتهم وحطيتهم كده في اكياس هيسهلوا عليا بقى الطبيخ. اطلع البصل من الفريزر. ناس كتير بتخاف تحط البصل في الفريزر، لا والله بيسهل عليكي جدا جدا جدا. اهم حاجه تطلعي الكيس من الفريزر متلج على الايدام على طول على النار. ما يعني ما تعمللوش، ما تسيبوش يفك. الثوم والبصل لما بيسيبوا يتفكوا بيبوظوا يا حبيبتي. خلاص كده خلصت البصل وجريت حطيته في الفريزر. وتعالي بقى حطيت كده زي ما انت شايفه نص ازازه زيت بالصلاه على النبي. ونزلت عليهم بقى كده ب6 كيلو 6 اكياس من الشعريه. ولسه هعمل تاني على فكره. الشعريه بتحمريها كمان يا ليلى؟ اما انا كل سنه بعملها معاكم، بس السنه دي بقى هقول لك تركايه تحافظ لك على الشعريه. يعني هنا حبيت ايه، انا حاسه شويه زيت. الزيت ده كتير قوي يا ليلى، ايه ده يا حبيبتي؟ هنصفي كل ده هيتصفى في الاخر، اصبري بس، خدي نايبك صبر. طب يا ليلى، احنا بحب الشعريه تتحمر بالسمنه. انا زيك والله بحب الشعريه تتحمر في السمنه. بس هقول لك حاجه، اما كل سنه بعملها في السمنه، اما باجي اخد منها في رمضان بلاقيها مجمده. حتى وانا سايباها بره، انا ما بحطهاش في التلاجة، انا بسيبها بره. فالزيت صدقيني بيخليها مفلفله، وتقدري تاخدي الكميه اللي انت عايزاها من غير ما ايه تهدري منها ولا تكسري منها. بس بعد ما حمرتها حطيتها في مصفى، صفت الزيت كله كله زي ما انت شايفه كده، ما نقصهوش حاجه. هصفيها بقى واسيبها تبرد. تعالي بقى اللسان عصفور، قلت بدل ما احمره في سمنه او في زيت، لا حطيته في الاير فراير، صحي وجميل ومفيد وحلو قوي بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. اتحمر كده، كل دقيقة افتح اقلبه، كل دقيقة افتح اقلبه. خد بتاع حوالي 10 دقايق، ما شاء الله عليه اتحمر بقى زي الفل. اهو فضيته في العلبة دي كده، وفضيت الشعرية في العلبة دي برضو كده بعد ما صفت زيتها كله. هاخد منها يا دوبك واعمل شوية رز، اعمل شوية شعرية بالكبد والكلاوي. وبحبكم قوي قوي، وسلام عليكم.